زيزو يهدر ضربة جزاء. شلبي يحط واحدة ار2 في البعيدة. حكاية ماتش الزمالك وابو قير للأسمدة. الماتش ده الزمالك كان مصعب على نفسه لآخر ثواني لولا شلبي نقذ الماتش. بس في حتة كده عايزين نتكلم فيها بذمة كل واحد زملكاوي. هل ده مستوى أحمد السيد زيزو؟ هل ده المستوى اللي احنا متعودين من احمد السيد زيزو بيقدمه في ارضية المباراة؟ احمد السيد زيزو مستواه رجع بطريقة غير طبيعية. طب واحد يقول لي رجع ليه كده؟ يعني ليه مستوى احمد السيد زيزو رجع بالطريقة دي ومستواه بقى سيء للدرجة دي؟ زيزو كل تفكيره عقده فين، هيمشي، هيقعد، هيروح فين. لازم إدارة الزمالك تتدخل يا جماعة. إدارة الزمالك لازم تتدخل وتخلص الموقف ده، إذا كان هيمشي أو إذا كان هيفضل باقي في الزمالك. خلص عقد الراجل، خلي الراجل يرجع لمستواه ويرجع أحسن من الأول. والله زيزو ما بيلعبش بربع اللي كان بيلعبه الأول. زيزو اتدمر نفسيا. شلبي بيحط جون في البعيدة، بيرد على جمهور نادي الزمالك اللي بيشكك فيه. يا جماعة شلبي كويس جدا، محتاج الدعم من جمهور نادي الزمالك. شلبي محتاج ان الجمهور يقف في ظهره، يديله زي ما كان بيدي الاشرف بن شرقي. جمهور الزمالك كان بيدي الاشرف بن شرقي اللي هو اكتر من اللي اشرف بن شرقي نفسه كان يستاهله. عايزين نقف جنب شلبي، لازم نقف جنبيه لحد ما اللعيب يتطور. شلبي كان نجم كبير قوي في انبي. كل جمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك كانوا يتمنوا ان شلبي يجي في الفريق بتاعه. جمهور الزمالك لازم يركز شويه مع شلبي. ادوا شلبي دافع، خلوا شلبي يبدأ يشتغل على نفسه. بس بالله عليك يا شيخ، لو انت بتشاهدني في الفيديو ده ما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة، لاني والله شغال بقالي 3 شهور في القناة دي ما عملتش بس غير 90 مشترك. بالله عليكم لو عايزين نوصل ل 1000 مشترك وانتوا قادرين تعملوها، جمهور في ظهري ان شاء الله هنوصل لل 1000 مشترك. جزئية كمان لنادي الزمالك، مش ده المستوى اللي جمهور نادي الزمالك مستنيه من الفريق ده. وانا اسف طبعا في اللفظ، ان ابو قير للاسمده يخسر 5-6، 3-4، يخسر سهل جدا. انتوا فاهمين؟ مش قصاد الزمالك. لو هتقارن ان ابو قير الاسمده وتحطه بالارقام والفلوس اللي بتدفع في اللعيبه، مستحيل مستحيل يا جماعه ان انتوا هتقارنوا ده بده. بس لازم لعيبه الزمالك تركز شويه في المباريات اللي جايه، خصوصا انت عندك الكونفدراليه. لازم تشتغل على نفسك فيها، لان الكونفدراليه فيها فرق كبيره. وكمان الدوري صعب جدا السنه دي، طبعا بنسخته الجديده دي مأموريه صعبه. لو الزمالك ما ركزش في المباريات اللي جايه، لا هيخسر كتير، مش هيعرف ياخد اي بطوله السنه دي. المستوى ده ما ينفعش. النهارده شلبي، شحاته، دونجا هما اللي كسبوك المباراه. ايوه زيزو جاب جون بس جمهور الزمالك يقول لك الحمد لله ان احنا عدينا المباراة، مش مشكلة، المهم ان احنا نعدي للادوار اللي جاي. في حتة وجزئية حابب اتكلم فيها بسبب امام عاشور. امام عاشور داخل شوية في السوشيال ميديا، مش مركز في لعب الكورة. انت لعيب كنت هتكون افضل لعيب بل في افريقيا كلها، كنت واصل لليفن كويس جدا يا امام يا عاشور. فما تبصش انك خلاص انتقلت للنادي الاهلي او رحت النادي الاهلي، لا. وبعدين يا امام ما تعاديش جمهور نادي الزمالك. اي جمهور في الدنيا سواء اهلي وزمالك ما ينفعش انك تقف قدامهم. لازم تشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك، اثبت نفسك واثبت حالتك. مالكش دعوة بحد، مالكش دعوة بالسوشيال ميديا. ما تدمرش مستقبلك بايديك بدري. ولحد هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو، فما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة بالله عليك يا شيخ، وتفعل لي زر الجرس حتى يصلك لان القناة دي بيوصل لك منها مواعيد المباريات اول باول، كل المطوشة بتاعت الدوري المصري، كل ده بيوصل لك على جرس الاشعارات. جرس الاشعارات ده بتدوس على الجرس اللي تحت ده وتفعله بعد ما بتدوس علامة الاشتراك. القناة دي مفيدة، قناة بتعمل محتوى كويس، فما تبخلش على الاشتراك او انك تفعل لي زر الجرس او تعمل لي حتى لايك للفيديو. ولحد هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.